السلام عليكم. النهارده جايين لكم في تحدي احسن 11 في الدوري المصري السنه دي. تمام، بس على شرط. مم. اللعبه بتاعتنا دي عباره عن كل واحد فينا يختار لاعبين من نفس النادي، ما ينفعش التاني اكتر من يختار. كده، واللعيب اللي انا اختاره عبد الله ما يختاروش، وعندنا وسيله مساعده واحده. محمد ورا الكاميرا يقدر يسيرش لنا على على اللعيب اللي احنا مثلا محتارين فيه، او في لعيب مثلا ناسينه او كده ان احنا مش محضرين الحلقه. محمد ورا الكاميرا حق اطلبه مرتين، وانت حقك تطلبه مرتين مش حلو. اكتر. حلو، يلا بينا. تبدا ولا ابدا انا؟ عادي. ابدا انت. ماشي، ممكن اقول لك اختار من نادي الزد علي لطفي حارس مرمى. في الجون ماشي. انا اختار محمد علاء من الجونه. محمد علاء السنه دي هو اكتر كلين شيت واكتر معدل تصديات في الدوري. تمام. خش في الدفاع. يلا في الدفاع. انا هاخد حسام عبد المجيد. على قد ما الزمالك عامل موسم مش احسن حاجه ومركز متاخر ومش احسن موسم الزمالك خالص، بس حسام عبد المجيد كان مستواه ثابت من اول موسم لحد اخر موسم. تمام، انا اختار اللعيب الاكثر تاثيرا واختار ياسر ابراهيم. المدافع الثاني ابدا انت. هبدا انا. طيب ماشي، ممكن اقول في مدافعين كتير حلوين. زي في جزار في المحله، في جزار في البنك الاهلي، في محمود مرعي من بيراميدز. بيراميدز. في ناس كتيرة يعني، مش هقول أحسن حاجة بس. هتروح مع مين طيب؟ هختار الجزار بتاع المحل. ماشي، انا هروح مع الجزار الثاني بتاع البنك. البنك. مدافع البنك الاهلي بيفاوضوا والزمالك بيفاوضوا، وعامل القلق اللي منه. كده كده هو كان عامل موسم حلو. لا، ده احنا داخلين على عيد، فالجزارين عليهم الجزارين عليهم طرف. صدق سلخت قبل ما اذبح. ماشي، يبقى اروح انا مع الباك اليمين. ماشي روح. يعني هي واضحه. شيبي. هاخد الشيبي بتاع بيراميدز. طب حلو، الشيبي بيراميدز. انا هختار حلو، اختار محمد هاني اهلي. لا لا حرام عليك، يعني انت خلصت الاهلي. لا صح عشان هم اتنين بس. حلو. هختار مين باك ثانية استعان الصديق. ماشي. افتح اللعيبة في محمد ورا الكاميرا. فكرني. في كهربا اكتر واحد جاب اجوان بتاع جونه. في ماشي. علي فوزي. في جيفرسون انكادا بتاع فاركو. في عمر جابر. عايز عمر جابر. لا بص، انا هاجي للجونة. كهربا. ماشي. ماشي، انت كده اخترت من الجونه ايه؟ الكهرباء بس ولا اخترت حد تاني من الجونه؟ انا اخترت محمد علي. ماشي، طب هتروح باك شمال. باك شمال. اوكي، اختار سيراميكا كليوباترا محمد شكري. جامد. انا كنت حاطه في دماغي ده. طب بص، انا اروح مع لعيب يعني مش كتير يعرفه. انا اروح مع احمد متعب. احمد متعب ده من اكتر اللعيبه اللي انا بامن بيها في الباك الشمال. هجومي يا اسطى بشكل مش طبيعي، والدفاع بتاعه مش وحش، بس هو هجومي اكتر بصراحه. انا بشوف شكري هو لعيب متكامل، بس للاسف لسه جاي من اصابه. بالظبط، هيجيب فورمه برضه. يعني الموسم ده ما كانش ارقامه احسن حاجه، بس انا بشوف ان اللعيبه محترمه. تعال نخش على نص الملعب. ابدا انا بامام عاشور. لا تبدا انت. هي ده انا. لا هي ماشيه كده. امام، هاخد امام في نص الملعب. انا هلعب 4-4-2. حلو. ماشي. انا مش هقول هلعب بكام على قد ما اشوف الاختيارات هتدي. ماشي. اوكي، انت اخترت امام من اهلي. انا هختار مروان عطيه. ماشي كده. انا عايز حد تاني مع مروان. اوكي، ممكن اروح شويه. مش كلام مركز ده مش كتير قوي يعني في سؤال الحقيقة. دي حقيقة. طيب بس بص على بيراميدز. ماشي، فكرتني. اختار مهند لاشين. ماشي، انا هروح مع رشاد المتولي. يبقى انا كده. وانت محترم ان انت سبت لي رشاد المتولي. لا خد قدام. ماشي. انا هاخد من الزمالك عبد الله السعيد. حلو. قدام هاخد صانع العاب وخلاص كده. الاهلي اول صح؟ لا انت الاول خلاص كده. الاهلي خلاص. هروح صانع العاب. اختار مشكلة برضه في مركز صانع العاب. طب اوكي، انا مش هلعب بصانع العاب. هختار حد تاني بقى، بان انا خلاص خلصت. حلوه فكرة المفروض اختار حد. طيب اختار. طيب ماشي اوكي. في وليد الكارت.
ماشي، مع ان انا شايف ان هو مش احسن موسم ليه خالص. شايفه يعني هو اول جون بتاع صن داونز بس شايف هو لحق لعيب، الدنيا. لعيب حلو. ماشي، انا هروح مع، انا عايز وينج يمين ووينج شمال ومهاجم، او ممكن العب باثنين. انا ممكن العب باثنين اللي هو كام، بس انا هم اثنين مهاجمين. هروح مع الكام التاني القندوسي. القندوسي لا، جامد لحد أوي، الاصابه جامد كان جامد قوي. لا انا عمال اقول من ساعه آه. لا بص كان كده. ماشي، تختار مين وينج؟ اختار زيزو من زمان لا يا راجل، مش على- متفق معاك خالص يعني. خالص. من أنا- اسوأ مواسم دي. يعني غالبا القائمه دي مش هتكون افضل قائمه السنه دي، ممكن السنه الجايه. ممكن. انا في الهجوم، هتروح انت الاول ولا اروح انا؟ انا طب ماشي هسرعك، انا ماشي. هاخد اسامه فيصل. انا ما كنتش عارف، انا كنت هاخد ناصر منسي. خد. ماشي، والمهاجم الاخير معانا هو بيستون موريل. حلو. سفاح. رشح كده ايه. النور. كان من ضمن القائمه بتاعتي على فكره. ماشي اختار. ماشي، طب بنختار مدرب. بس شوف، لو هنختار افضل مدرب فاحنا للاسف عندنا النادي الاهلي ما كانش عنده مدرب السنه دي اقوى حاجه. والزمالك اهو. لسه بيعافر، بيشوف مين المدرب بتاعه. مم. فهنعمل الاثنين دول بره القايمه نفسها. ماشي. تمام. نشوف في مدربين كتير محترمين، بس انا بشوف مش مدرب بتروجيت كويس، مدرب جونة كويس. تروح مع مين؟ مش اختار انت لو اختار مدرب بتروجيت. سيد عيد. لا، مدرب محترم وعامل سكواد حلو وعمل من لعيبه بقرشين يعني. هو مش شاري حتى لعيبه توال ولا بتاع، هو طلع شويه لعيبه وباع منهم كمان. مش عارف حته المدرب السنه دي، حاسس مفيش مدرب عمل بصمه جامده السنة دي. مدرب بيراميدز مدرب محترم، عامل شغل مرعب السنه دي جدا. فانا بشوف بصراحه لو بس انت واخد 2 من بيراميدز. ما ينفعش اخد. لا، ما انا كمان واخد 2 من بيراميدز، ما ينفعش اخد مدرب. ما لو المدرب كنت خدته. حلو. طب ماشي، هروح علي ماهر، عامل شغل كويس برضه السنه دي. ماشي. بس مش عارف. جونة حلو برضه. هختار مدرب الجونة لأنه هو أكتر، يعني حسيت الجونة هادية السنة دي. علاء عبد العال. علاء عبد العال عامل شغل كويس والدنيا هادية، يعني في الجونة الدنيا حلوة. المهم دي كانت حلقتنا ودي كانت تشكيلتنا، وعايزينكم في الكومنتات تحت تقولوا مين تشكيلته أحسن، أنا ولا عبد الله. والأحسن كمان إن أنت تكتب تشكيلتك تحت للدوري المصري. ويلا سلام.